انا هستغل وجودك بقى معانا ولازم نتكلم على اصابات الملاعب. انت عارف ان احنا شعب كروي بطبعه، كل الناس بتحب الكوره. كورة. طبعا يعني والمنتخب والاهلي والزمالك والحاجات الظريفه ديت، وبنسمع عن اشهر الاصابات زي اصابات مثلا ايه، واحد بيقول لك اللعيب ده جاله قطع في الغضروف، هتاني قطع في الرباط الصليبي، هتاني لك ده خلع في الكتف. يعني كنت بتفرج على ماتش المنتخب قريب، كان حارس المرمى جاله خلع في الكتف وقعد 2-3 شهور. وبعد كده اصابات اللي هي قطع في الغضروف الخارجي والرباط الاربطه والحاجات دي كلها. ازاي الناس ديت بعد يعني بيتعامل معاهم ازاي، وبعد فتره من اليوم راجعين في الملاعب بنفس البرفورمانس، الاداء بتاعهم يمكن ادائهم يبقى احسن من الاول كمان. تخصص في المناظير. ايوه الحاجات دي بقى عايزين ناخدها واحده واحده كده. اصابات الملاعب اصابات واسعه جدا. ايوه سواء الركبه او سواء الكتف. لما تتكلم في الركبه ده، انا دايما حتى بقول للمريض بتاعي ان الركبه دي هي معتمده بالنسبه بكل بساطه، يعني بسمبلتي، ان الموضوع معتمد على اربطه. عندك الرباط الصليبي الامامي والخلفي، غضاريف الركبه، الغضروف الهلالي الداخلي والخارجي، ودول اللي بيساعدوا على امتصاص الصدمات داخل الركبه. تمام. اربطه خارجيه وداخليه، والاربطه اللي بتساعد على حركه الركبه طبعا واستقرارها. هو ده الكلمه اللي دايما بنقول استقرار الركبه. تمام. هي دي الحاجات اللي بتسهل استقرار الركبه. تمام. استقرار الركبه بالاربطه وبالغضاريف ومختلف الاربطه اللي حوالين. موضوع كبير يعني جدا. موضوع كبير جدا. تدخلاته دلوقتي بالمناظير، لما ندخل نعمل كل حاجه بالمنظار دلوقتي. يعني مش لازم تلاقي ساعات تلاقي لعيبه كوره زمان لا زمان عليه علامه تطور دلوقتي كبير تتخيل. طول بعرض. لا يا فندم، كل حاجه دلوقتي فتحات تدخلات محدوده جدا، منظار سواء الرباط الصليبي الامامي او الخلفي، حتى الجرافت او الرقعه الوتريه اللي احنا بناخدها عشان نعمل رباط صليبي امامي او خلفي، بقينا ناخدها من اماكن بعيده عن الركبه، فتحات اقل. بقينا نتفنن ان احنا ازاي نطلع المريض بفتحات جراحيه اقل، كأنه مفيش حد يساعد طبعا في اعاده التاهيل. تمام. انت داخل عشان تطلع المريض ترجعه تاني للملاعب او ترجعه تاني لحركه بدري بسرعه وتشينج لايف بنفس الاداء. تمام. بنفس الاداء طبعا. تمام. ده بالنسبه للركبه. بالنسبه بقى لو كتف، خلع في كتف، ما تغير برضو بدي من الاصابات الشائعه يعني. موضوع الكتف ده احنا برضو بنشتغل فيه بالمناظير، اوتار او صوب الكتف او الحاجات دي. موضوع الكتف زي الركبه، تطوره كان كبير جدا جدا. تمام. سواء في الخلع المتكرر، في خياطه الاوتار في الكتف، سواء في قطع الغضاريف بتاعه الكتف، حتى احيانا في التدخل الجراحي، في تدخل جراحي محدود للخلع المتكرر اذا فشلت طبعا موضوع التدخل. لو كرر اكتر من مره عشان نثبت المفصل، ونسبه ونجاحه والنسبه بتاعته عاليه. طبعا يعني. نسبه عاليه جدا، نسبه عاليه جدا. مع بعض البريكوشنز او بعض التوصيات اللي بنديها للمريض بعد اجراء العمليه. تمام يا دكتور.